وللإجابة عن أسباب هذه الإضرابات نستضيف السيد عبيد البريكي الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل. أهلا بك سيد عبيد. أهلا وسهلا. يعني في البداية، لماذا سلسلة هذه الإضرابات الآن، وهل أن تزامنها هو مجرد صدفة سيد؟ شكرا. تقول سيد عبيد أنتم أجلتم الإضراب لسير طبيعي لعملية الانتخابات، لكن ألا ترى أنه أيضا في هذه المرحلة والحكومة لم تشكل بعد وما زلنا في الفترة يعني غير وضيحة المعالم، ألم يكن جديرا يعني بالمنظمة الشغيلة أن تؤجل هذه الإضرابات إلى ما بعد على الأقل تشكيل الحكومة المقبلة ليكون هناك منطق على الأقل في التفاوض؟ للإجابة عن هذا السؤال ننظروا في دقيقتين أصناف الإضراب الموجودة. فيه إضرابات لتعطل المفاوضات الاجتماعية من غير الطبيعي، الموظفين ياخذوا زيادتهم طبقا للاتفاق مع الحكومة. مؤسسات عمومية في أغلبها تاخذ زيادتها وتقعد مؤسسات عمومية أخرى ما تاخوش. ليش؟ لأنه فيه مرحلة انتقالية شبيه في الثورة الانتقالية وهذا خذا. ثم في القطاع الخاص تجي القطاعات تاخذ زيادتها، تجي القطاع السياحة تقول له لا يمكن أن نمكنك من الزيادة كصاحب عمل إلا ما تدعم لي الحكومة. ما دخل نقابات السياحه اللي تتفق مع الحكومه او نتحدث في هذا الوقت؟ يعني عن الحكومه الحاليه. احنا مازلنا نتعامل مع هي بصدد يعني انهاء مهامها الان، هي بصدد وهي. نعود إلى موضوع الاعتصامات، فقد نددت كل من الجامعة التونسية للنزل والجامعة التونسية لوكالات الأسفار بشدة بالإضراب الذي أقره الاتحاد العام التونسي للشغل وتم تنفيذه يوم الثلاثاء غرة نوفمبر في القطاع السياحي. وفي بلاغ مشترك صدر اليوم اعتبرت الجامعتان أن هذا الإضراب قد أضر بصورة تونس وقطاعها السياحي سواء على المستوى الوطني أو الدولي، وخاصة في الظرف السياسي والاقتصادي والاجتماعي الدقيق الذي تعيشه البلاد. وينضم إلينا عبر الهاتف السيد محمد بالعجوزة رئيس الجامعة التونسية للنزل. سي محمد، مرحبا بك. بك أكثر. ما هو تعليقكم سي محمد؟ تعليقنا نشكر التلفزة اللي مهتمة بالقطاع السياحي، لأن كلها حبيت نعلق على كلام قالوا السيد الكاتب العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل. تفضل سي محمد. بارك الله فيك. سمعت وانا كنت يتكلم، ومع كل احترامي المسؤوليات ومن العالي نقول الكلام اللي تهم به الجامعه اللي هي تترقب وطلبت مساعدات من الدوله ما خدتهاش لا اساس له من الصحه تماما. وعمرنا ما طلبنا حتى امتياز من حتى حد. غايه ما تم الكلام هذا جاء في جلسه عقدت في وزارة الشؤون الاجتماعية ومترأسها ذاك السيد كاتب الدولة للشؤون الاجتماعية، وهو سامحني فهمت نقول اللي اقترح يمكن باش نخرجوا من الأزمة يمكن هو يطلب بعض التشجيعات. أما احنا كمهنة كجامعة ما طلبنا حتى إعانة من حتى حد، وعمرنا ما كنا نستعملوا الورقه كما قالوا عليها هما ما دخلش في الصحافه، قلنا ورقه العمال باش نضغطوا ونعملوا شونتاج على الدوله باش تعطينا التشجيعات ابدا. اذا نعم، اذا كان هذا توضيح من السيد محمد بالعجوزة رئيس الجامعة التونسية للنزل على ما كان افادنا به سي عبيد البريكي.